لا لا لا، الرسول قال وألا يقعد عليه. كلام الرسول مو كلام الله يسعدك. اسمعني، عمر، أبو بكر، عثمان لما قتلوه الخوارج الصحابة رضي الله عنهم أخفوا قبره ودفنوه في ليل، ودفنوه خارج البقيع القديم، دفنوه في بستان خلف البقيع اسمه حش كوكب، اشترى عثمان ليوسع به البقيع، فأخفوا قبره حتى لا ينبشون الخوارج بعد موته لأن كانت في فتنة. فبعض الصحابة لا يعرفون قبر عثمان في عهده، فكيف لنا أن نعرف؟ إنما هذه المنطقة هي مكان مدفن عثمان رضي الله عنه، لكن أين دفن عثمان لا يعرف. يأتيني سائل يقول لماذا طيب في قبور محددة؟ نقول قبل 300 سنة بنيت البقيع، وهذا مخالف لما عليه الرسول، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أمير المؤمنين علي يقول لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله، ألا أجعل صورة إلا طمستها ولا قبر مشرفا إلا سويته. لكن للأسف بنيت القبور ورموا بهذا الحديث عرض الحائط، فقبل 100 سنة أزيلت، فهذه آثار القبور المبنية. بنيت على من؟ الله أعلم، لأنها لم تكن في عهد الصحابة مبنية. آل رسول الله مدفونين في البقيع. نعم، خديجة وميمونة في مكة، بقية الزوجات في المدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين دفن بيده الشريفة بعض الصحابة، منهم سعد بن معاذ يهتزم موت عرش الرحمن، ودفن ابنه عبد الله ابنه القاسم ما كان عليه الصلاة والسلام. نعم في البقيع، يذهب إلى قبر فلان أو فلان. دفن جليبيب؟ نعم دفنوا 10 آلاف من الصحابة، ولا أحد يستطيع. كم صحابي مدفون في البقيع؟ يقرب. بابا رقية وأم كلثوم أين هم؟ نعم في البقيع. أنا أعطيك نبذة تاريخية بسيطة سريعة على البقيع بس خليني أجيب على الشيخ. نعم يا شيخ. نعم الشيخ، هي كانت هنا موجودة قباب هنا في البقيع. نعم بنيت بعد عهد النبي ب1000 سنة وأزيلت قبل 100 سنة، فليست حجة علينا المخالفة هذه، إنما الحجة علينا قول الرسول عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يا شيخ، سيدنا العباس ما توسل بسيدنا رسول الله؟ ايوه انا اشرح لك هذه، بس قرب يا حجي، انت البرد ما اخذك زياده، قرب يا حجي. التوسل 3 انواع: توسل مشروع، توسل ممنوع، توسل شركي. توسل مشروع 3: التوسل باسماء الله وصفاته، والتوسل بالعمل الصالح، والتوسل بدعاء الرجل الصالح الحي. لما سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه توسل بالعباس، لا بالعباس بذاته، لان ذات النبي افضل من ذات العباس، انها بدعاء العباس، وقال: كنا نتوسل برسول الله والان نتوسل بعم رسول الله، اي بدعاء عم رسول الله. فهو التوسل بالدعاء يجوز. كان الصحابه في عهد الحبيب محمد يقول: يا رسول الله ادعو الله لنا جدبت الارض والسماء، فكان النبي يرفع يده ويدعو لهم. لما مات الحبيب ما احد من الصحابه ذهب الى قبره، توجهوا العباس الحي. فهمت؟ هذه هي المساله، فلا تؤخذ على انها بالذات. نعم يطلب من الدعاء، كما تذهب عند امك الان تقول: يا امي ادعو لي، لكن لو ماتت امك تذهب الى قبرها ادعو لي. الانبياء كلهم توسلوا بسيدنا رسول الله. هذا ما صح، هذا ما صح، ما صح، انما كانوا يوجهون الى الرسول، يقولوا اذهبوا الى الرسول. هو صلى بهم في رحلة الصوم، وهذا ما صح. نعم وهذا اصلا لما يكونوا كلهم، نعم هذا في يوم القيامه لما يكونوا كلهم احياء يحيي الله الدنيا، فيذهبون الناس إلى رسول الله ولا يأذن له الله تعالى حتى يسجد السجود، فيأذن له الله فيقول: قم اشفع تشفع. فلو كان النبي يملك الشفاعة لما سجد ذاك السجود، إنما يملكها الله سبحانه. إذا أردت شفاعة محمد عليه الصلاة والسلام قل: اللهم أذن لنبيك أن يشفع فيني، اللهم شفع نبيك، لأن الله قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فكيف تسأله مباشرة عليه الصلاة والسلام؟ لم يفعل ذلك أبو بكر، عمر، عثمان، علي والأئمة الأربعة، كيف أفعل أنا؟ هل أنا أهدى منهم أو أعلم منهم؟ فهمت؟ نعم أقول لك شيء، البقيع فيها رأس المنافقين عبد الله بن أبي سلول، وفيها خير الخلق من خيرة الخلق عثمان بن عفان والحسن بن علي وفاطمة سيد نساء أهل الجنة وأم المؤمنين عائشة وغيرهم. علي قتل في العراق ووفي قبره. أنا أعطيك شيء لا يعرف بالتحديد على الأرض من قبور الأنبياء والصحابة إلا قبر حبيبنا محمد وصاحبيه، لكن بقية قبور الصحابة سواء في البقيع وخارج البقيع هذه لا تعرف، لأن الصحابة كانوا مأمورين من النبي بإخفائها، لا كتابة اسم عليها ولا بنائها ولا تحديدها. فكل من ادعى الآن أن قبر الحسين في مصر أو قبر الحسين في العراق أو قبر الحسين هنا، هؤلاء يتاجرون بهذه المقابر. يقال أن رأس سيدنا الحسين ذهبت إلى مصر ودفنت فيه. لا يوجد شعرة من سيدنا الحسين في مصر، شعرة واحدة. سيدنا الحسين على بعض الكتب نقلت أن رأسه في البقيع، أي ليس في العراق. أخفي قبره سيدنا رضي الله عنه الحسين، وأخفي قبر علي في العراق، لأن الذين قتلوه حيا سينبشونه ميتا. طب ومن أتى برأسه فكانوا يخفون. من أتى برأسه هنا؟ أتوا نقلوه إلى هنا، كانت في إشكالية حصلت وانتهت. يعني ما هي الإشكالية؟ إشكالية أن في أناس دخلوا باسم الإسلام وفرقوا ما بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم،
أنا أذكر أتاني أحد الدكاترة هنا يدعي أنه دكتور، وهو للأسف دكتور ربما في علمه لكن في العقيدة احتج بقوله تعالى ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. قلت له أنا نعم هذه في حياة الرسول، الله قال جاءوك، لو كان التوسل به لما احتاج أن يأتون إليه بذاته، لكن جاءوه ليسألونه أن يستغفر لهم كما كان يسأل. فهو إيش قال؟ قال لا هذه في حياته ومماته. قلت طيب اقرأ الآية التي بعدها تفسر ما قلت. إيش الآية اللي بعدها؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. قلت إذا نذهب أنا وأنت نتحاكم الآن إلى رسول الله. قال لا الرسول مات. قلت الدين ليس على كيفك، في الحكم مات وفي الاستغفار حي. فهمت؟ إنما الآية التي بعدها هي تفسر ما قبلها، وغير ذلك أن الله قال جاءوك، وغير ذلك أن الله قال ولو أنهم إذ ظلموا، وإذ للماضي. فلما نفهم القرآن يعني يزول الانفصام. لكن بعضهم يقول وابتغوا اليه الوسيله، تقول اقرا من بدايتها لا يعرف. الله قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا، والخطاب لكل المؤمنين بما فيهم سيد المرسلين محمد. وهنا اتقوا الله، التقوى اليس عمل صالح؟ وجاهدوا عمل صالح. فهو الله قال تقربوا اليه بالتقوى والجهاد. كيف نجعلها بالاولياء والصالحين؟ كم غزوه غزا الرسول في المدينه؟ كيف في المدينه ولا خارج المدينه؟ يعني غزوات المدينة المشهورة أنا أعطيك المشهورة، عندك بدر، عندك أحد، عندك الأحزاب، شارك فيها حبيبنا عليه الصلاة والسلام، اللي هي نفسها الخندق، الأحزاب شارك فيها عليه الصلاة والسلام. هي موجودة في أي مكان؟ نرجع هذا جبال بعيدة، غزوة أحد هذه خلف الجبل الكبير اللي تراه أمامك. هذا نعم. نعم. والخندق خلف جبل سلف، في جبل اسمه سلف هنا في الجنوب. يعني هذا الجبل أحد؟ اي نعم جبل أحد. نعم. فأعطيك تاريخ البقيع. البقيع كان الصحابة يقولون نزلنا إلى البقيع. نعم. يخرجون المسجد ينزلون. أنت الآن تنزل ولا تصعد؟ تصعد. فقبور الصحابة وآل البيت بعمق 4 أمتار. أن تصعد الآن في مقبرة فوق مقبرة فوق مقبرة حتى ارتفعت. فلا يعرف أصلا عقلا أي قبر في هذا المكان أنه منسوب للصحابي أو كذا، لأن قبورهم ملايين القبور. نعم. والمقبرة هذه ما زال إلى يوم صلاة الفجر يدفن فيها، ففيها ملايين الخلق. لا يعرف أي قبر فيها، حتى اللي دفن قبل 3 سنوات لا يعرف، لأن في نهي عن النبي كتابة الأسماء على المقابر. فهمت؟ فالأصل بس احنا بنكتب الأسامي في مصر على المقابر، يجوز ولا لا؟ فعل أهل مصر ليس حجة عليه. الحجة عليه قال الله وقال رسوله. لكن اسمعني، أهل مصر هم أدرى بالحكم. إذا كان في حاجة تدعي أن يكتبون الاسم للنبش والتغيير الله أعلم. كل البلاد يكتبون الاسم. أنا أعطيك فعل الحبيب عليه الصلاة والسلام، قال وألا يكتب عليه. موجود في النص. نعم على المذاهب ال4 موجود نصا. نعم وألا يقعد عليه. طب حلال أم حرام الكتابة؟ يعني أنا لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تفعل وفعلت ايش الحكم؟ يقعد شو معناها يعني؟ المخالفة ما هي؟ يحذر الذين يخالفون. أنا ابني عايز يروح يزور قبر جده ويدعو له. طيب. بس لو ما جاش عليه اسمه مش هيعرفه. طيب اسمعني يا حجي. اتفضل. ما يقبل الدعاء اللي عند قبره؟ بعيد عن قبره يقبل. خلاص النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3. صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. ولد صالح. ليش قال صالح؟ لأن ليس كل ابن تقبل دعوته في أبيه إلا إذا كان صالح. فإذا استثمر الأب في تربية ابنه نفعه ذلك أن ولده سيكون صالح وسينفعه بدعائه. لأن يوم القيامة يرتفع أو في الجنة يرتفع الإنسان درجات، يقول رب من أين لي هذا؟ يقول بدعوة ولد صالح. طيب فهم؟ لا يعني أنا جيت عملت عمرة وعايز أعمل عمرة لأبي رحمة الله عليه. نعم. يجوز أو لا يجوز؟ نعم يجوز. يجوز. نعم الإحسان للوالدين، العمرة عنا، في حديث ورع عن الرسول نعم. صلى الله عليه وسلم. تعتمر عن أبيك عن أمك، تتصدق عنهم، تدعو لهم، تبني لهم وقف، كل هذه من البر بعد الممات. طب العمرة في مسجد تنعيم هذه العلماء على أقوال منهم من قال لا، تأتي بعمرة من بلدك. نعم يا حج. يتم البناء هنا كل 5 سنين 5 سنين تجديد كل سنة على حسب بس